ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. رمضان على الابواب خلاص كده، فاضل يومين ويجي. طبعا اول حاجه هنعملها في رمضان هي الحلويات. الكنافه بالقشطه من الحلويات الشائعه قوي في رمضان، فاحنا عايزين نعملها بطريقه حلوه وشيك، في نفس الوقت تقدميها لضيوفك، او لو رايحه عزومه في رمضان وعايزه تاخدي لضيوفك حاجه كده مشرفه تعمليها في البيت. هنعمل النهارده الكنافه على هيئه كده المولتن كيك. يعني عارفين المولتن كيك كده لما بنفتحه والشوكليت يسيح كده منه؟ احنا هنعملها النهارده وهنسيح القشطه كده منها، وفي نفس الوقت كل واحد ياخد القطعه بتاعته كده ويبقى شكلها حلو ومشرفه. وهنعمل كمان كرات كده من الكنافه، بحيث انك تختاري الشكل اللي ينفع معاكي وتعمليه. وهقول لكم مقدار الشربات المظبوط بحيث انه ما يسكرش منك ويخلي الكنافه كده طعمها مش حلو. هعرفكم كل التفاصيل وكل التريكات معايا في الفيديو. الكرات دي برضو انا عاملاها محشيه، عاملاها ساده وعاملاها محشيه برضو بالمهلبيه اهي. بصوا، يلا بقى نسمي الله ونبدأ على طول. هجيب طاسة أو حلة أي حاجة صغيرة عندي، هحط فيها كوباية من اللبن وهرفعها على النار. أول ما تسخن كده ويبتدي اللبن يغلي معايا، هحط عليه نص كوباية من المية، عليها معلقتين كبار من النشا. ده مقدار النشا المظبوط اللي تحطيه على كوباية ونص من المادة السائلة. احنا ولا عايزينها خفيفة قوي وفي نفس الوقت ما تبقاش تقيلة قوي وسميكة، يعني عايزين قوامها يكون مظبوط. تمام. انا هركن خليط النشا ده على جنب لحد ما اللبن يغلي معايا. عقبال ما اللبن يغلي هنعمل الشربات له كده ورا بعضه بالترتيب عشان ما ناخدش وقت. حطيت كوبايتين من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، قلبتهم كويس. السكر مش هيدوب 100% وانت بتقلبي، يتفضل فيه شويه، لازم يدوبوا مع الحراره وهو على النار. وفي نفس الوقت لو ما قلبتيهوش وحطيتيه على النار السكر ما دابش كويس، وهتلاقيه فيه كده حبه راقدين تحت كده في الشربات من تحت كده، هتلاقيه ايه زي حبيبات كده في الحله من تحت. فانتي قلبيه كويس كده على البارد، وبعدين هاتي فرشه وميه كده في كوبايه وابداي امسحي الحروف، علشان لو في اي حبيبات سكر على الحروف هتنزل في الشربات وهتخليه يسكر ويعمل حبيبات كده معاكي وانتي بتاكليه وتحسيه بيقرش كده هو في بقك. اول ما كوبايه اللبن غليت على النار، حطيت عليها نص كوبايه الميه على النشا، وحطيت عليهم معلقه سكر كبيره، بحيث ان برضو يكون مسكر شويه وفي نفس الوقت ما تبقاش مسكره قوي، عشان احنا هنحط شربات على الكنافه فيكون السكر بتاعي مظبوط. اول ما الخليط بدا يتماسك كده معايا برفعه على النار، وهو اول ما يبرد هتلاقوه بقى عامل زي المهلبيه كده والقوام بتاعه كويس. انا رفعت الشربات على النار، واول ما يبتدي يغلي معايا هوطي عليه وهسيبه حوالي كده 7-8 دقايق. اول ما الاقيه تقل معايا انزل عليه بنص معلقه سمنه صغيره كده، يفضل تكون بلدي، بس لو مش بلدي عادي حطي اي نوع سمنه بتستخدميه، لكن البلدي بيديها كده. انت ممكن ما تبقيش حاطه سمنه بلدي في الكنافه، لكن لو حطيتيها في الشربات برده هيديكي الطعم، ما الشربات كله هتسقي بيه كنافه فهيديكي طعم السمنه البلدي. لكن لو ما عندكيش عادي استخدمي اي نوع سمنه عندك عشان تاكلي كنافه كده طعمها حلو. يعني العجينه بتاعت الكنافه نفسها عايزاها يكون طعمها حلو، لازم الكنافه تكون طازه وما تكونش دخلت الفريزر خالص. يعني تجيبيها لو مثلا هتعمليها تاني يوم مش حطيها في التلاجة من تحت، لكن ما ينفعش وانتي كده بتقطعيها تكون مجمده وتستخدميها وتحطي عليها السمنه وهي تبقى لسه مجمده. يعني انا ساعات بجيبها بصراحه بتبقى عندي في الفريزر فبطلعها، مش هستناها تفك وبعد كده اضربها في الكبه، لا وهي متلجه كده بفركها بايدي، بيكون طعمها حلو وكل حاجه. بس الاحلى ان انا اجيبها تكون طازه، تبقى فكه يعني من بعضها، ما تبقاش متلجه، ما فيهاش نسبه تلج خالص. حطيتها في الكبه كده عشان هي طبعا هقعد اقطعها بايدي كده هتاخد وقت، فحطيتها في الكبه ضربتين كده بقت كويسه معايا. يعني بدل ما اقطعها بايدي قطعتها كده في الكبه، حطيتها في الكبه وهي قطعتها لي بالحجم المظبوط. يعني انا مش عايزاها برضو تكون مفتفته تبقى مفروله قوي مع بعض، لا عايزاها تكون يعني كبيره شويه، تبقى مثلا على قد 3 عقل كده من الصباع ولا حاجه. نص كيلو كنافه حطيت عليه كوبايه سمنه، سيحتها بس كده على النار عشان سهله معايا وانا بغلف بيها الكنافه. بحطها كده عليها وابتدي ان انا افرفط كده الكنافه بايدي بحيث ان السمنه تتداخل كده في الكنافه كلها. انا بقى عايزه اعمل الكنافه بشكل جديد ويكون شيك شويه، فجبت اللي هي الكوبايات دي بتاعت الكب كيك، جبتها وهحط فيها الكنافه. هبتدي ان انا اغلف الحروف الاول. يعني بصوا بضغط بايدي كده، لازم الكنافه نكون ضاغطينها كويس. بصوا بعمل حفره كده برضو في النص. اهم حاجه في البدايه ان انا اساوي الاطراف كويس وابتدي ان انا اضغطهم. بعدين هاخد كده شويه كنافه وهحطهم في القعر عشان يعني احط المهلبيه ما تبقاش على الالمونيا كده من تحت، ويبقى شكلها حلو في الاخر. فغلفتها كويس من تحت ومن الجناب. بعدين هحط عليها معلقه من القشطه الكدابه وهسويها كده بايدي على قد ما اقدر. وبعد كده هجيب شويه كنافه بقى تانيين احطهم على الوش من فوق، ومش هدوس جامد، يعني يا دوبك بس احاول ان انا اسويها، لكن مش هضغط عليها جامد زي ما كنت بضغط وانا بعمل الحروف وبعمل الارضيه تحت. يعني يا دوبك كده بسويها بايدي وخلاص. بصوا شكلها بقى عامل ازاي. هعمل معاكم واحده كمان. بجيب شويه كنافه واضغطهم من الجنبين، سهله جدا ومش بتاخد وقت ولا حاجه. يعني انت هتعمليها كده في ثواني. اول واحده بس اللي ممكن تبقى تحسي ان هي خدت معاكي وقت شويه لحد ما ايدك بس تتعود، وبعد كده هتعمليها بكل سهوله.
كل ما احس ان الحروف محتاجه كده علشان تبقى، انا عايزاها تكون سميكه شويه برده، ما تبقاش القشطه تكون رقيقه والقشطه تطلع منها، لا انا عايزاها تكون متغلفه كويس. بصوا بعملها بقى ايه، حفره كده من النص، احط فيها القشطه وهاخد شويه كنافه احطها على الوش. طيب انت بقى لو ما عندكيش الكوبايات اللي عندي دي هتعملي ايه؟ بصي، عارفه الازايز الحاجه الساعه اللي هي بتكون ب6 جنيه او ب5 جنيه دي، اللي هي الصغيره، اللي هي الازازه البلاستيك دي، ممكن تجيبيها وتقسميها نصين كده او بالحجم اللي انت عايزاه، وتستخدمي اللي هو القعر بتاعها ده. طبعا البلاستيك مش هيخش الفرن، فاحنا عايزين نعمل بس الشكل الحلو اللي هو يبقى زي شكل الكوبايات كده، وبعد كده نطلعها من الازازه البلاستيك ونرصهم في صينيه وندخلهم الفرن، هيديكي نفس الشكل برضو. بس لما تيجي تمسكي الازازه البلاستيك كده تجيبي كيس نايلون زي ما انت شايفه كده، يعني هتعمليه بالطريقه اللي انا بوريها لك دلوقتي دي. بصي، هتحطي الكيس البلاستيك تدهني بس دهنه زيت، وهتحطيه جوه الازازه اللي بقولك عليها، وتبتدي ان انت تدخلي فيه الكنافه وتضغطي كويس قوي بحيث ان الكنافه ما تفكش. تضغطي كويس قوي وتعمليها من الحروف، وتحطي بقى مكسرات، عايزه تعمليها ساده، عايزه تعمليها بالمهلبيه براحتك. انا هوريكي برضو دلوقتي انا بعمل الكرات دي ازاي، بحط فيها الكنافه ازاي، القشطه ازاي. هقوم واخداهم بقى كده، اطلعها بالكيس وهرصها في صينيه كده وادخلها الفرن عادي جدا. تديكي برضو شكل مختلف وشكل شيك، تقدمي لي ضيوفك، او لو رايحه مثلا عزومه تاخدي حاجه يعني حلوه معاكي وانت رايحه، تبقى شكلها حلو، ما تبقاش صينيه كنافه تقليديه كده، لا تبقى شكلها شيك وطعمها حلو جدا. التزمي بس بالمعلومات اللي بقولك عليها والتريكات دي، وهي هتنجح معاكي 100%. انا هنا عايزه اعمل كرات كنافه صغيره كده بحيث ان انا اكلها على طول، يعني احطها كده في طبق والمعلقه، وان انا اخد كده الواحده كلها على طول مره واحده. تمام. بصوا، هجيب اللي هي، هو ده مش قمع ولا حاجه، هو ده انا لقيتها حاجه كده في لعب العيال عندي، صغيره شبه الغطا كده، او عارفين الادويه يكون عليها قطعه بلاستيك كده مكتوب فيها الملي والسنتي وكده، بحيث انك تدي جرعه مظبوطه يعني للاطفال. انت ممكن تستخدميها برضو، اكيد عندنا في كل البيوت يعني الحاجات بتاعت لعب الاطفال او الغطيان بتاعت الدواء. حطيت فيها كيس كده ودهنتها زيت، وببتدي بصوا ان انا ايه اعملها من الحروف كويس، واضغطها كده كويس، وبعدين احط عليها القشطه، بس مش هكتر لان ده حجمها صغير يعني، فمش عايزاها تطلع معايا من الجناب. وهاخد شويه من الكنافه كده احطهم على المهلبيه من فوق واسويهم بايدي، بس مش هضغط جامد بقى زي ما كنت بضغط في الاول عشان ما تبوظش كده من الجناب. بصوا شكلها حلو ازاي، وصغيره كده على قد القطمه كده المره واحده. خلصت بقى الكميه كلها، انا دخلت اول صينيه الفرن، اول ما تطلع هدخل التانية. بصوا بقى، انا حطيتها في مده تسويه، حطيتها نص ساعه، وبعدين فتحت عليها الشوايه لانها ما كانتش اتحمرت من فوق. طبعا كل فرن بيختلف عن التاني، يعني فرني غير فرنك غير فرن اي حد، فانت اكتر واحده هتعرفي تظبطي يعني، ما انت ما ينفعش تسيبيها برده وتروحي تقعدي تتفرجي على مسلسل ولا حاجه، لا لازم برده تفضلي رايحه جايه كده تبصي عليها. انا كنت بجيب معلقه كده واجيبها وايه ازحها كده من الجنب اشوفها اتحمرت ولا ايه، طيب كنت شاكه كده ومش متاكده اتحمرت ولا لا، فطلعت واحده وقلبتها كده على طبق، لقيتها اتحمرت معايا من تحت، فتمام هي كده استوت، وطلعتها كلها اديتها بس ايه دقيقه او اقل من دقيقه كده، خدت لون كده من فوق، وبعد كده طلعتها من الفرن. انزل عليها بقى بالشربات، وبعد كده هبتدي ان انا اقلبها. بصوا شكلها حلو جدا وطعمها تحفه، انا عايزاكم تجربوها. بصوا قلبت كده واحده وحسيت ان هي محتاجه شربات تاني، بعد ما قلبتها حطيت عليها كده من فوق تاني شربات. الشربات لازم يكون بارد، والكنافه تكون لسه طالعه من الفرن سخنه، حاجه بارده وحاجه سخنه. طيب لو عملتي الكنافه الاول يبقى الشربات يكون سخن والكنافه تكون بارده. بصوا هفتحها قدامكم، بس المهلبيه شكلها حلو ومتماسكه، وفي نفس الوقت مش بتبهدل الدنيا يعني، ممكن تمسكيها في ايدك كده وتاكليها من غير طبق ولا حاجه. طعمها حلو جدا. مولتن كيك ده ولا مش مولتن كيك؟ بنسميه المولتن كيك الرمضاني. نسيت اقول لكم ان لازم ندهن الكوبايات دي، ندهنها سمنه كويس، يعني تبقى سمنه بكميه كويسه قوي عشان تتحمر حلو، يعني تاخد معاكي لون حلو. لازم ندهن الكوبايات دي سمنه كويس قوي، يعني ما تستخسريش فيها. لما تدهنيها سمنه كويس اولا هتتحمر حلو، وثانيا لما تيجي تقلبيها كده تتقلب معاكي بكل سهوله، يعني انت ما تخافيش ان ده المونيا وممكن تلزق وما اعرفش اطلعها، لا ادهنيها بس سمنه كويس كده، وبصي بتتقلب معايا بكل سهوله. ممكن بقى تاخديها بايدك كده وتاكليها، هي متماسكه ومش بتفرفط كده منك ولا اي حاجه، وطعمها حلو جدا. مقرمشه وفي نفس الوقت طريه، يعني هي مقرمشه من الحروف وفي نفس الوقت من جوه طريه، وطعمها حلو جدا. دي بقى الكرات اللي كنت عاملاها، استوت معايا في مده اقل، يعني حطيتها حوالي ربع ساعه كده ولا حاجه، لان اولا كميتها اقل، ثانيا انا حطاها مباشر كده في الصينيه وكلها مكشوفه، لكن التانية كنت حطاها في صينيه وحطاها جوه كبات المونيا، فعشان كده خدت معايا وقت شويه. بصوا تعالى اوريكم برضو الكرات دي وهي كده محشيه قشطه من جوه، وشكلها حلو وطعمها حلو جدا، وفي نفس الوقت صغننه كده ممكن تديها لاولادك، طعمها حلو ومقرمشه. بصوا
وانا كده اكون خلصت حلقه النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدتوا ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكوا اي فيديو جديد بنزله تشوفوه قبل اي حد. والسلام عليكم.